السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نعمل مع بعض اجمل شوية بصارة بيتي، حاجة تحفة بسم الله ما شاء الله. هتاكليها باذن الله وهتدعيلي. طريقتنا سهلة جدا وبسيطة ومكونات كلها موجودة باذن الله، وان شاء الله هنعمل احلى بصارة مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا الفول المدشوش منقوع كده في ميه سخنة لمدة ساعة اهو بالشكل ده، لغاية ما الحباية بتاعته تطرى معانا كده. لو مستعجلة تقدر تولع عليه على طول. معانا الخضار بتاعنا شبت وكزبرة وبصل وتوم وحبة طماطمية واحدة. تقدر تخلي الشبت والكزبرة للاخر خالص في اخر مدة التسوية. بعد ما الفول بتاعنا استوى كده هناخد معانا العيش، هنقطعه كده بالشكل ده بالمقص، وهنقطعه مكعبات صغيرة كده. هندهنه دهنة زيت بسيطة كده، رشة زيت بسيطة، وهنحطه في الفرن ما ياخدش معانا دقيقة واحدة تحت الشواية. هنقلبه كده في الزيت اهو. حابة تحط عليه شوية ملح وشوية بهارات، نحط عليه شوية كمون صغيرين جدا بيديله طعم حلو جدا اهو بالشكل ده كده. وهندخله الفرن تحت الشواية. وهنعمل معانا البصل المكرمل اللي احنا بنشوفه على وش البصارة، معاه معلقة دقيق ومعلقة نشا ورشة ملح صغيرة. هنقلبهم كده بالشكل ده اهو، ونحمره في الزيت على ما البصارة بتاعتنا تبرد شوية. وهوريك العيش بتاعنا طالع عامل ازاي اهو بالشكل ده كده. هناخد بقى البصل ونحمره كده في زيت، ما بياخدش معانا اي وقت، والنشا بتحافظ لي على القرمشة بتاعته. هذا البصل بعد ما اتكرمل قبل ما ياخد اللون الاخير بحط كده فص ثوم فيه، بيديله طعم حلو جدا ونكهة جميلة. نمشي معايا كده خطوة بخطوة وانت هتشوفي معانا المكونات بتاعتنا. وادي البصارة بعد ما ضربتها في الخلاط، هننزل بقى كده بالبصل المكرمل بتاعنا الجميل. وانا بسوي البصارة كنت حطيت فيها الملح والبهارات بتاعتها اهو بالشكل ده. تاكلي اجمل بصارة، حاجة خفيفة وصحية وانت عاملاها في بيتك. لو وصلت لغاية هنا متنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد احنا بنعمله. مع السلامة.